شاخ ديال الخوت العزاز على العروسه اللي تزوجت ودارت العرس، ولكن قبل ما يخرجوا لها وريقاتها او الفيزا ديالها باش تمشي مع الزوج ديالها. واش فعلا هذا زواج المصلحه؟ لان طريقه الوداع اللي كانت بيناتهم وخوت العزاز صراحه بارده وما كاين لا حب لا هم يحزنوا. هادشي كامل غير على ود المصلحه. تيتيش جوجت اختها باش تمشي لبرا ودير الورق، اما العجوزه جوجت ولدها على حسب باش الخوت العزاز باش تكمل قناتها في الانستغرام والتيك توك وتزيد تفتح قناه في اليوتيوب. المهم نعطيو التحيه ونكملوا الفيديو لان بزاف ما يتقال الخوت العزاز. تحيه الكبيره الناس اللي كتبعنا من اي مكان في العالم، الله يتبع لكم الخير ويسهل عليكم في لكم ما كتمنى، وشكرا لكم. مرحبا بالناس اللي انضمت ليا جديده الخوت العزاز، لا يخطيكم ولا لا يحرق فيكم شي عظم، الله يعطينا ويعطيكم جنات الفردوس وقولوا امين. الخوت هذه دعوه للناس الراقيه، الناس اللي كتبعنا الله يسهل عليكم فين ما كنتوا. المهم كيف ما شفتوا الخوت العزاز نايضه قرباله على اساس هذا الزواج هذا وهذا الوداع هذا، لان الخوت العزاز قال لك سيدي تودعوا مع بعضياتهم ولكن بروده، ما كاينش الحب، ما كاينش البكاء، ما كاين حتى شي حاجه. وبالنسبه للعروسه علاش سبقت العرس قبل ما الاوراق الخوت العزاز؟ هي سبقت العرس قبل ما يخرجوا لها الوراق. وفي الفيديو سمعنا ان العريس كيوصي ياسين باش يكمل مع اميمه الوريقات ديالها باش تخدمهم باش تلحق مع راجلها. وكاينين بزاف د الناس اللي كانوا قالوا بان اميمه ما غتمشيش مع راجلها من هنا لعامين. هي الخوت العزاز كي قال بعد وقت طويل، ولكن هذا الشيء واش بصح فعلا اميمه غتجلس عامين؟ لا خوت العزاز. انا من خلال التحليلات ديالي والمتتبعين التعليقات اللي كيكتبوا والاستفسارات اللي استفسرت ان الخوت العزاز ولاو كيطلبوا لهم الوريقات فيهم تصاور ديال العرس او الفيديوهات، ولكن حنا كنشوفوا ان اميمه دارت الخطوبه ديالها بحال العرس، كانوا عندها فيديوهات وكانوا عندها تصاور ديال الخطوبه. يعني الخوت العزاز راها غادي تدفعهم ديك الساعات مع الورق، عاد من بعد غادي دير العرس. ولكن هي علاش دارت العرس؟ راه دارت العرس غير باش تمشي مع راجلها، ولكن لحد الساعه دارت العرس ومازال ما مشاتش مع راجلها، ودارت تقريبا نقولوا جوج عراس ديال الخطوبه. عرس ديال الخطوبه راه تبارك الله ما شاء الله لبست فيه اللباس وتصورات وكانوا فيديوهات. الا كان زعما غير على حساب الفيديوهات وحساب التصاور ديال العرس فراه يكونوا قدموا هذوك التصاور ديال الفيديو ديال الخطوبه الاولى كانهم عرس، باش يصوبوا به الوريقات او الفيزا ديال اميمه. ولكن ما كنظنش الخوت العزاز انه على حسب التصاور ولا على حساب العرس، وانما انا نعطيكم التحليل ديالي على حساب ما عرفت وما شت داكشي اللي شفتو ان اميمه دارت العرس في شهر 9 باش على حسب العطله، على حسب الناس تكون مجموعه، على حسب باش يخدموا دار الام ديالها منها حج وحاجه. دارت العرس هي وغتسنى الورقات ديالها يخرجوا، وهذا هو السبب اللي خلى اميمه انها دير العرس دابا قبل ما دير الورقات هي عاد غادي تصاوبهم غتكملهم، وحتى هي راه غادي تمشي للخوت العزاز. لان كما سمعتوا في الفيديو ديال ميامنه قالت كلشي غادي تخوى عليا الدار، كلشي غادي يمشي. فدوى قالت لك هي مشات هي الاولى غيتبعها زكريا، غادي تتبعها اميمه. اذا اميمه ما غاديش تجلس كما كيقولوا الناس عامين عاد تلحق براجلها اللي هو زكريا. هاد الهضره ما كاينش منها، لان هاد الهضره خرجت من عند راكم عارفين القناه ديال مولا جوج محوح. قالت لك راه ما غادي عقلوا تشوفوا، وانا خليتها لكم في التاريخ الا ما مشاتش هذيك العروسه من هنا لعامين. وقالت لك بان هذاك غير زواج المصلحه. اولا اش غادي نقول لك؟ اولا هذا ماشي زواج المصلحه فقط، هذا زواج فعلا الحب. ولكن الخوت العزاز راه شوفوا راه ماشي عند بالكم نتوما هاد العروسه غتجي تعانق مع عريسها وتواوس معاه وفي التالي تخرجوا عيب وحشومه. واش هاد قله الحياه اللي كيتبارطاجا معنا؟ واش هاد قله العراض؟ واش هاد الشيء ماشي حشومه عليكم؟ واش هاد الشيء تبارطاجا؟ واش هاد الشيء نشوفوا على السوشيال ميديا؟ واش نتوما ما عندكمش الدين؟ واش نتوما ما كاينش في الاسلام؟ دابا لو كنبينوا لكم اللقطه اللي كانوا كيبكيو فيها ولا كيتعانقوا فيها راه شوفوا ما نجيوش نحكموا على الفيديو، لان راه كاين وراء الكواليس كان اعظم. راه وراء الكواليس راه ما كنكونوش معاهم حاضرين، راه كيبارطاجيو معنا غير واحد شويه
من حياتهم، راه ما كيبارطاجيوش معنا كتير من حياتهم، راه غير واحد الجزء بسيط. ربما دوك الناس يكونوا تعانقوا وتسالموا وداروا الحب وداروا العاطفه وداروا الوداع وبكاو، يعني ماشي طريقه الوداع اللي شفتوا نتوما هي اللي كاينه باش تقولوا هذوك الناس راهم يعني توادعوا بروده ولا ما كاين لا حب لهم يحزنون. اصلا لو كان بنات اليوم الله لو كان ما كانت كتبغي داك السيد لذاته، بنات اليوم ما بقاوش كيتزوجوا داك الزواج ديال الزمان ديال شحال هادي. هو زوجته فعلا امه، ولكن من بعد ما انها عرفت الولد، لان الام راه انسانه شعبيه ماشي انسانه من دوك ديال الزمان اللي غادي تجي تفرض على ولدها انه يتزوج بنتها، يتزوج صاحبه اختها بزز منه. لا، راه يعني العجوزه راها من ديال الناس ديال دابا، راه يعني شعبيه وبنت الوقت ويعني عايشه الحياه ديالها، واكيد ما غاديش تبغي تحط ولدها في هذا الموقف انها تجوجو على يدها وبزز منه. وعاوتاني وكذلك حتى تيتيش راه دات ياسين عن حب، وراهم قاساو وعاناو، ما يمكنلاش انها ترضى على اختها انها تزوج زواج المصلحه، لان عاشت قصه حب مع ياسين وبغاو وغامروا وتقاتلوا باش يتزوجوا مع بعضياتهم، ولكن باش تجي هي وتزوج اختها جواج المصلحه فراه ما يمكنش الخوت العزاز. هذا الشيء هذا ما يمكنش يوقع. وأميمة راه بنت الوقت، وكذلك ميمنة ماشي واحد الانسانه اللي غتضغط على بنتها انها تدي واحد الراجل على حساب المصلحه وهي ما ساخياش بنتها باش تمشي للغربه وتخليها. هذا هو الحوار اللي بغيت نوصل لبعض المتتبعين اللي كيفهموا الامور غلط. فلهذا كنقول لكم راه ما كاين لا زواج المصلحه ولا هم يحزنون. اصلا هاد حبيبه اللي كتقولوا راها بغات تطلع تيك توك ديالها ولا انستغرام ديالها، راه هي اصلا راهو كان بغات تطلع وكطلعتو شحال هادي، راه تقريبا هادي راه شحال هادي باش تخطبت، راه ماشي عاد دابا غادي تبان تبان في القناه وتبان باللي راه لو كانت ناويه على انها باش تدير الشهره لراسها في تيك توك وفي الانستغرام، وكان بانت شحال هادي نهار اللي جات تخطب باش نعرفوا بلي ان هاد الانسانه جايه غير على جواج مصلحه باش تطلع قناه او ومازال هي اصلا ما فتحت لا قناه لا حتى شي حاجه. فعلا سمعناها قالت واحد الكلام قالته في القناه ديال حسن محبوبه يعني ولد ام حليمه، قالت بان هذا الانستغرام ديالي والتيك توك ديالي ها هو، ولاني انا راه عندي مناسبه ديال بنتي، عندي الملاك ضريب صداق وغندير العرس يعني في شهر 12، وغادي قال لها حسن غادي نبارطاجيو مع كل شيء. ويعني واحد اللقطه قال لها حسن غادي الحسن في الفيديو الاخر قال لها كنتمناو منك يا حبيبه حتى انتي تفتحي قناه، وحتى المتتبع كيطالب ان اميمه وعجوزها يديروا قناه. علاش لا الخوت العزاز؟ الحوانت مصفى والرزاق مختلفه كما كيقول لك واحد المثال. فلهذا ما بنادم ما يكثر القيل والقال لا حقا جواج المصلحه، لا حقا الزواج ديال علاش زوجه سبقات العرس وخلات تصاور. لان الخوت العزاز هذه القضيه هذه انا ما فهمتهاش، لان كل دوله والقوانين ديالها. كاين الدول اللي كيطلبوا لك العرس تصور العرس والفيديوهات ديال العرس باش كتوثقي بان هذاك راه راجلك، وكاينه الخوت العزاز الدوله اللي ما كتطلبش هاد الورق هادو، فقط غير الزوجيه وكتمشي المراه مع راجلها. ولكن السبب اللي خلى ان اميمه تزيد طول مورا راجلها عاد تمشي، ربما سبب اخر اللي خلاها انها تسناه عاد ديك الساعه تكمل ورقاتها. هي راه مصيبه الورق، قال لك غير تكمل الورق ديالها وصافي عاد تلحق براجلها. وهذا هو الخوت العزاز الراي ديالي، ونقول لكم تحيه لكم كبيره من هذا المنبر، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، وبسلامه عليكم. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله الخوت العزاز.